مسا على كل عشاق دحيح الأفلام. فيلمنا النهارده اسمه ذا لايت هاوس اوف ذا وولز، وبيحكي عن طفل عنده توحد بيروح للحيتان القاتلة علشان تعالجه. ما تيجي نشوف. بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه بيتو، وبيتو ده كانت كل حياته بحر، وكان عايش بقاله فترة طويلة جدا في منارة في الأرجنتين، وكان بيعشق الحيتان على الرغم من انها قاتلة، وكمان كان بيحب يلعب معاها، وكان مقضي طول وقته بيصورها وبيتفرج عليها. وبسبب اللي كان بيعمله بيتو بتعامله مع الحيتان، فكان بيتم تقديم شكاوي كتير ليه، واكتر من مرة كان بيتحاول للتحقيق، ولكن هو مفيش فايدة. كل حياته برضه حيتان، وفي يوم من الايام بيجي جواب نقل لبيتو بسبب اللي بيعمله مع الحيتان. وبيجي الليل وبيروح بيتو عند واحد اسمه بونيتي، وبونيتي كان العصفورة في حياة بيتو، وهو اللي بعت الجواب للوزارة علشان تنقل بيتو. وهنا بونيتي طلع الصورة لبيتو وهو بيلعب مع الحيتان، وعرفوا انهم اكتر من مرة حذروه، ولكن هو ما فيش فايدة فيه، وكل اللي في دماغه الحيتان بس. وفهموا بونيتي ان الصورة دي لو وصلت للاعلام وقتها هتكون فضيحة كبيرة للشركة بتاعتهم، والناس كلها هتيجي عليهم وهتكون عاوزة تفصلهم من العمل خالص. ولكن هنا بيتو قال له انت ناسي زمان لما محدش قبل انه يشتغل في المنارة دي، وانا الوحيد بس اللي وافقت اشتغل فيها، ودلوقتي بعد ما خدمتكم سنين جايين عايزين تنقلوني. ولكن بونيتي عرفوا ان الموضوع خارج ايده، دلوقتي كل حاجة مع الوزارة. وبيمشي من عنده بيتو وهو مش طايق نفسه، وبيجي تاني يوم الصبح وبيتو بيشوف على الشط كلب البحر وهو مصاب. وهنا بيتو خده على الفور وراح بيه بسرعة يعالجه. ولما رجع بيتو شاف فيه ولد صغير قاعد قدام البحر بيتفرج عليه، والولد ده كان كمان معاه امه. ولكن هنا بيتو ما تمش وكمل شغلهم مع كلب البحر علشان يخليه زي الفل. وهنا ام الولد اللي كان اسمها لولا حاولت تروح تتكلم معاه، ولكن هو ما تمش بيها وما كانش بيديها اي فرصة للكلام خالص. وبعد ما عالج كلب البحر سابها ومشي للبحر علشان ينزل فيه كلب البحر. وبعد كده بيرجع بيتو بالليل عندهم هناك، ولما بيرجع الام لولا بتقلق وتصحى وبتبدا تتكلم مع بيتو، بتعرفوا انها تعرفه من زمان، وهي جت هنا مع ابنها علشان ابنها عنده توحد ومش بيعرف يتعامل مع حد ولا بيحس باي حاجه، وما عندوش مشاعر ناحيه اي حاجه. ده غير انه مش بيعرف اصلا يعبر عن مشاعره مع اي حد سواء في الفرح او الحزن. ولكن في يوم من الايام شافك على التلفزيون مع الحيتان، ووقتها عمل حركه غبيه جدا. وهنا عرفت لولا وقتها ان ابنها اللي اسمه تريستان فرحان، ومن وقتها وتريستان عاوز يتفرج على بيتو والحيتان اللي معاه، وما كانش بيفوت اي لحظه ليهم على التلفزيون. علشان كده قررت الام لولا تجيله هنا علشان يحاول يعالج ابنها من التوحد اللي بيعاني منه من ساعه ولادته. وهنا بيتو سالها وانت عرفتي بقى مكاني منين؟ وهنا لولا قالت له واحده اسمها مارسيلا وكانت حامل. وهنا بيسكت بيتو بيقوم يحضر ليهم العشاء. وقت ما كانوا قاعدين هما التلاتة بياكلوا مع بعض، كان تريستان وقتها بيعمل صوت عالي بالمعلقة، والصوت ده كان مضايق بيتو. لما حست الام قامت وخدت تريستان فتحت له الحنفية بتاعت المية، وفضل واقف يتفرج عليها. وبعد كده رجعت لولا قعدت مع بيتو وكانت بتحاول تتكلم معاه في اي حاجة، ولكن هو كان قافش كده وخنيق وما كانش طايق اي كلام معاها، وكان ساكت ومش بيرد على الاسئلة بتاعتها. وهنا بيتو سألها وانت بقى جاية هنا وهدفك ايه؟ وهنا قالت له لولا انا مش عارفة اعمل حاجة ومش قادر افهم انا ممكن اعمل ايه. وهنا بيتو اتعصب وقال لها ازاي جاية هنا مع ابنك التعبان وانت مش عارفة انت عاوزة ايه؟ وكلام بيتو ضايق لولا وعرفته ان تريستان ابنها مش مريض وكل اللي عنده عبارة عن خلل عقلي بس. وهنا قام بيتو وهو متعصب وقفل الحنفية اللي كان واقف قدامها تريستان، وبعدين وجه كلامه للولا وعرفها ان المية هنا غالية جدا وما ينفعش يكون مفتوحة على الفاضي كده. وهنا لولا اعتذرت لبيتو وعرفته ان المية الحاجة الوحيدة اللي بتخلي ابنها تريستان يهدى. وكملت الام لولا كلامها وعرفت بيتو ان ابنها تريستان ضحك مره واحده في حياته بس، وهي كانت المره اللي شافوا فيها مع الحيتان. وقتها قرب من الشاشه وحط ايده عليه وكان فرحان، ولكن بيتو صدمها وعرفها ان الموضوع ده اتمنع من سنتين وبقى خطر كبير جدا، واللي شافته على التلفزيون كان برنامج تبع ناشونال جيوغرافيك وما بقاش موجود خلاص. لولا عرفته انها عارفه ان الموضوع خطير عليها وانها مش هتقدر تقرب من الحيتان، ولكن هي جت كل المسافه الطويله دي علشان تطلب مساعدته وهو يقرب من الحيتان
الحيتان علشان يحاولوا يعالجوا ابنها تريستان، ولكن بيتو عرفها ان المكان هنا العيشه فيه صعبه جدا وهم مش هيستحملوها. وفي اللحظه دي قام الواد تريستان وراح ناحيه حوض مصنوع من الخشب على شكل حوت، ولكن فجاه جت رياح شديده والشباك اتفتح في وشه ووقع على الارض وفضل يخبط على الارض، وكان دخل وقتها في النوبه بتاعته اللي بتجيله لما يخاف. وهنا على الفور لولا خدته وفتحت له الميه علشان يهدى، وبيتو قام قفل الشباك. وبيجي الصبح وبيتو بيروح بالحصان بتاعه وهو عامل نفسه فيها السقه وراح عند البحر، ولما وصل هناك شاف قدامه فيه حوت، وانا عارف ان الحوت مستنيه، ونزل بيتو البحر عنده وبعدين قرب من الحوت وفضل يصفر ليها وهي قربت منه. وانا بيتكلم معاه بيتو بيعرف الحوت ان بقالها كام يوم ما جاتش عنده، ولكن بيفهم انها ان ابنها مات. فهم ازاي عزيز الدحيح هو المخرج عاوز كده معلش، وبدا يواسيها. وبعد كده لولا كانت لمت الحاجه بتاعتها علشان تمشي ومعاها ابنها، ولكن شافت على الطريق مارسيلا، وهنا مارسيلا خدتها معاها علشان تعيش في مكانها. ومارسيلا كان عندها عيال وكانوا قاعدين بيلعبوا، ولكن تريستان كان واقف على جنب بيبص عليهم ومش عاوز يلعب معاهم. ولما بيتو بيرجع بيتو بيفهم انهم مشيوا، وعلى الفور هنا بيتو جاب كتاب وقرأ عن التوحد علشان يحاول يفهم حالة تريستان. وقتها فهم ان المتوحدين لازم يعيشوا في بيئة مستقرة ويعملوا الحاجة اللي نفسهم فيها اللي بتفرحهم وبس. وهنا فهم ان تريستان محتاجة، وعلى الفور ركب بيتو الموتوسيكل بتاعه وهو عامل فيها ابراهيم الابيض، ووصل بسرعة عند بيت مارسيلا وعرف من لولا انها ترجع اسبانيا مع ابنها. ولكن هنا فاجئها بيتو عرفها انها تجيب حاجتها علشان ترجع معاه، وسابها ومشي. وفرحت مارسيلا ولولا ان بيتو وافق يعالج الواد تريستان. وبعد كده رجعت لولا وابنها تريستان مع بيتو وبيقعدوا بعيد عن الشاطئ شويه مستنيين الحيتان تظهر. اول ما ظهرت خلاهم يشوفوها، ولكن وقتها الحيتان هجمت على كلب البحر واكلوه. وهنا تعب تريستان من اللي شافه، وبعد كده بيرجعوا كلهم البيت. وفي البيت لولا سالت بيتو انت ليه خلتنا نشوف المشهد ده النهارده؟ وهنا بيتو قال لها انت المفروض تشكريني، ده في ناس بتيجي هنا وتدفع فلوس مخصوص علشان يشوفوا اللي شفتيه ببلاش. وبعدين هي دي الطبيعه وهي دي الكائنات اللي عايشه. وكمان يا ريت تسيبي ابنك يشم هوا شويه وما تكونيش واقفه في زوره في كل حاجه كده، سيبيه يختار اللي هو عاوزه. ولكن هنا اللولا ما سكتتش وعرفته انها ام وتفهم كويس في الاطفال، على عكسه ولا عنده ولا واد ولا بنت ولا يفهم اي حاجه فيهم ولا في تربيتهم. وفي اللحظه دي كان تريستان عاوز يفتح صندوق بيتو، ولكن بيتو بيعرفوا ان الصندوق ده فيه حاجات مهمه بتاعته، وخد منه الصندوق ورفعه لمكان اعلى. وهنا اللولا طلبت من بيتو تدخل الحمام، ولكن بيتو عرفها ان مفيش حمام في البيت، وان الحمام الوحيد هنا قدام البيت بشويه على الشط. وشاور لها على مكان وفضل تريستان معاه. تريستان كان معجب بيه وهو شغال وعمال يتفرج عليه، وقتها بيتو خلاه يشوفه بالمنظار بتاعه. وفي الاول تريستان خاف ولكنه اتعود بعدها عليه وكان مبسوط بالتجربه مع بيتو. وبيجي الصبح وبيتو كان في المركب بتاعه مستني الحوت لما يوصل، وبيوصل الحوت وبيصفر لبيتو، لكن بيتو مش بيحس بيه لانه كان نايم وقتها. وان الحوت طار لفوق وطرطش ميه عليه، لا ميه بحر ما تقلقش. وان قام بيتو وهو مخضوض من نومه، ولما شاف الحوت فرح جدا انه وصل ونزل لعب معاه في الميه. ولولا وابنها كانوا بيتفرجوا عليه وقتها. وبعدين بيروح بيتو البونيتي وطلب منه انه يخلي الطفل يتعامل مع الحوت ويديله الموافقه القانونيه، لان الطفل عنده توحد والحوت هيساعده. ولكن بونيتي ما اقتنعش بكلامه، كان شايفه بيخرف وفضل يتريق عليه وما كانش عاجبه اللي هو عاوزه. ولكن وقتها بيتو ترجاه كتير علشان يخلي الطفل يتعامل مع الحوت علشان يشوف تأثيره ده عليه هيكون ازاي. وبونيتي قال له يا عم الحيتان دي بتقتل، دول لسه قاتلين كلب البحر من كام يوم وانت اللي قلت لي كمان. ولكن هنا بيتو برر كلامه ان عمره ما شاف حوت بيقتل انسان. وبعد نقاش كتير بونيتي رفض كلام بيتو وعرفه انه لو شافه او عرف انه خلى الطفل يقرب من الحيتان وقتها يرفضوا من الشغل خالص وطردوا من مكتبه. ولكن بيتو قبل ما يمشي طلب من بونيتي يفكر في كلامه، لانه ممكن يكسبوا من ورا تجربة الطفل دي فلوس كتيرة، ده غير انها تفتح ليهم زيارات كتيرة جدا. وسابوا بيتو ومشي. وفي الوقت ده كان بيحاول تريستان ينزل صندوق بيتو، ولكن لما سمع صوت بيتو وصل ساب الصندوق ونزل، وده كان معناه انه بدأ يستجيب لانه كده حس بمشاعر الخوف. ولما بيرجع بيتو بياخد باله من الصندوق ولكنه مش بيتكلم مع تريستان. وبعدين بياخد تريستان وامه لولا وبيروح بيهم
بيهم عند البحر. ولما وصلوا عند البحر كان الواد تريستان خايف من الميه وبيبعد عنها، ولكن امه شلته ودخلوا قعدوا مع بعض كلهم في المركب بتاع بيتو. ووقتها دخلوا في العمق جوه شويه وبيتو طلع صفارته وبدا يصفر للحوت، وفعلا ظهر الحوت. وبعدين بيتو سلم تريستان حاجه يرميها للحوت، ولما رماها الحوت رجعها له تاني. وهنا تريستان عمل حركه بايده، والحركه دي كان بيعملها لما كان بيحس بالفرح. وبعد كده رجعوا من البحر للبيت، وهناك كان بيتو بدا يقرب من لولا وبدات تعجبه، والسناره كانت غمزت بينهم. وتاني يوم بيتو خدهم معاه على الموتوسيكل وبدا يخرجهم ويفسحهم في المدينه. وتريستان في الوقت ده كان فرحان جدا ومبسوط بالوقت اللي هو بيقضيه. وبعد كده لما رجعوا بيتو طلب من لولا تروح معاه المهرجان اللي اهل القريه عاملينه النهارده، ولكن رفضت لولا بسبب ان ابنها تريستان بيخاف من اللمه والصوت العالي. وسابت بيتو في الساعه لوحده بره ودخلت اطمنت على ابنها. وبعد كده خرجت تاني البيت واتكلموا مع بعض، وبدات تساله لولا عن امتى كانت اول مره بدا يتعامل فيها بيتو مع الحيتان. وبيتو عرفها انه من زمان قوي وهو بيتعامل عليهم، وكان دايما بيشوفهم وهم على الشط بيصطادوا. وقتها انا كنت خايف منه وفضلت اراقبه من بعيد واقرب منه لحد ما قدرت اني اقرب عنده بالظبط، وهو وقتها خد باله مني. وبعدين رميت له شويه اعشاب ولقيته جابها لي، ومن وقتها انا فضلت العب معاه وقت طويل جدا، وكل يوم عملت معاه كده وقضينا مع بعض وقت لطيف. ولكن في يوم رمى الاعشاب دي بعيد وما جابهاش ليا زي كل مره، وانا فهمت انه عاوزني انزل الميه، وانا اتشجعت وقربت منه وفضلت العب معاه كل يوم، وهو كان برضه بيستناني، وفضلنا على كده مع بعض وقت طويل جدا. والوقت ده كان سعيد جدا ليا. وبعد كده الواد بيتو بدا يقرب من لولا، والحب كان هيولع في الذره، ولكن لولا كسفته وعرفته انها لازم تدخل علشان تريستان. وبعد كده بيجي الصبح وبيتو بياخد تريستان على المركب وبيدخلوا عند الحوت، وندهوا مع بعض عليه لحد ما ظهر ليهم وبداوا يلعبوا كلهم مع بعض. ولكن بونيتي شافهم وصورهم وهم في الميه. ولما رجعوا كانت لولا جهزت علشان تروح مع بيتو الحفله اللي قال لها عليها، ولبسوا كلهم وراحوا الحفله وفضلوا يرقصوا مع بعض هما الاتنين. والواد تريستان كان بيتفرج عليهم وهو مكتئب. ولولا عرفت بيتو انها بقالها فتره طويله جدا ما رقصتش، وكان نفسها تجرب الاحساس ده من زمان قوي، وبتشكره انه رجع ليها الاحساس ده من تاني، والحب كان ولع في الذره اكتر. وبعد كده بيجي كمعيل متنمر وبيتنمروا على تريستان، وتريستان بيطلع يجري منهم، وفي طريقه بيوقع الصينيه من الخادمه، وهنا فضل يخبط على الارض زي المجنون وكل الناس مستغرباه. وعلى الفور ام لولا جريت عليه وافتكرت انها عندها ابن وحاولت تهديه، وبيتو هنا خده وشاله وراح بيه عند حنفيه ميه علشان يهديه. وبالليل بيقعد بيتو مع لولا وبيتناقشوا مع بعض في موضوع تريستان علشان يلاقوا حل. ولولا عرفته انها بقالها سنين كتير عايشه في اللي بيحصل معاه ده. وبعدين لولا بتقول له الحقيقه، وبيتعرفوا ان تريستان كان كويس وما كانش تعبان في الاول، ولكن لما ابوه بعد عنه بدا ياخد جنب مع نفسه وينعزل عن كل الناس. وانا وقتها ما كنتش اعرف ان ده كله توحد، وكنت بحسب كل ده حاجه طبيعيه بمر بيها، واهلي اتهموني ان السبب لحد ما الواد جاله توحد رسمي وبقى كده. وبعد كده سالها بيتو على الجواندي اللي تريستان بيلبسه على طول، وانا عرفته ان ده اللي باقي من ابوه من ساعه ما هو سابه، وهو مش بيقلعه دايما بيلبسه. وتاني يوم كانت لولا بتستحمى، والواد تريستان خرج لوحده وراح عند البحر، وهي فضلت تدور عليه وما لقيتوش. وهنا لما بيتو رجع لولا عرفته اللي حصل، وهو راح يدور عليه. ووقتها كان الواد تريستان قاعد على الشط في جنبه وهو خايف وما كانش قادر يطلع اي صوت، وبيخبط بايده على الارض بس. ونشروا في الاذاعه ان في طفل تايه، وفضلوا يدوروا طول الليل. والصبح بيتو شاف تريستان وهو على الشط مرمي وتعبان، وهنا خدوا نزلوا البحر عند الحوت. وهنا بدا تريستان يفوق يكون كويس، وبعدين رجع بيه لامه لولا اللي كانت هتتجنن عليه. ولكن وقتها كان تريستان تعبان ودرجه حرارته عاليه. وبعدين تاني يوم بيوصل عندهم بونيتي وبيترجوه يودوا الواد مستشفى، ولكن بونيتي عرفهم ان بيته مطرود بسبب اللي عمله. وهنا زعل لولا وعرفها ازاي تيجي في مكان زي كده وهي عارفه ان الحيتان قاتله، وكمان سايبه ابنها ينزل عندهم. وبعدين موافق ياخدهم للمستشفى. ولكن هنا بونيتي بيوقع بينهم وبيعرف لولا ان بيته بيستغلها علشان ياخد من وراها فلوس. وبيته لما كان بايت في البيت كان متضايق بسبب عدم وجود لولا جنبه، وهنا قام وراح لها المستشفى وهو ولهان وعاشق. وهي اتصدمت وسالته ازاي وافقت تطرد علشاننا احنا.
وهنا بيتو اتكلم مع رفا انه زمان كان طيار وكان معاه طياره ومراته وابنه، ولكن جت رياح شديده والطياره وقعت بيهم في البحر وماتوا منه، ومن وقتها وهو مقرر يعيش قريب من البحر علشان يفتكرهم، وكمان عرفها انه وافق يساعد تريستان علشان بيفتكر ابنه بيه، وكمان عرفها ان الحيتان هي اللي انقذت ابنها من اللي حصل له وانها مش بتأذي حد ولولا هي كان زمانه مات، وعرفها كمان انه بقاله سنين في البحر وهم عاوزينه يسيب المكان وبيجبروه على كده، وهنا لولا كانت بتهون عليه وتريستان وراهم بيعيط، ودي كانت اول مره يعيط فيها تريستان. وبعد كده بيرجعوا عند بيته وتريستان قرب من بيته جدا وكانوا خلاص صحاب مع بعض، وبعدين مارسيلا بتروح عند لولا وبتعرفها ان جواب بريد جالها، وهنا لولا بتقرا الجواب وبتفضل تعيط بعدها من غير توقف، وبعدين بتقوم تجهز حاجاتها، وهنا بيدخل عليها بيته وهو مش فاهم حاجه، وهنا بيتعرفوا ان المحامي رفع عليهم قضيه علشان جوزها ياخد تريستان يعيش معاه، وهنا هي لازم ترجع علشان الشرطه ما تاخدش الواد منها، وهنا بيته قال لها اجيب لك احلى محامي وهقف جنبك، وهنا لولا عرفته انها مش عاوزه تمشي وعاوزه تعيش معاه هنا، وانها فرحانه ان الواد مبسوط، ولكن هنا بيته طلب منها ما تسافرش وتفضل معاه هي وتريستان، وهو هيعمل ليهم كل حاجه نفسهم فيها. وهنا تريستان كان واقف وسمع كل حاجه هم قالوها وفهم انها هتمشي، وهنا خد من شنطه بيته الصفاره بتاعته وركب على حصانه واتحرك بيه، ولولا كانت بتعيط على الواد ابنها، ولكن بيته طمنها وعرفها انه عارف تريستان رايح فين، وهنا طمنها وعرفها انها ما تقلقش وتريستان بقى عارف كل حاجه. وبيوصل تريستان عند البحر ونزل الميه وصفر بالصفاره، وهنا الحوت وصل عنده وقرب منه تريستان وبدا يتكلم معاه، ودي كانت اول مره يتكلم، وتريستان قضى وقت لطيف مع الحوت وبقى يلعب معاه، وبكده يكون اتعالج تريستان وبيخلص هنا الفيلم. اتمنى يكون عجبكم، ما تبخلش علينا باللايك تشجيعا لينا علشان نستمر ونقدم لكم الافضل دايما، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، واستنونا في افلام كتيره جايه قريب، واشوفكم على خير ومع السلامه.